هنعمل النهارده صينيه كفته حلوه قوي وبتخلص بسرعه قوي. هسمي الله واجيب معايا بصلتين ونص فلفلايه حمراء، فلفل رومي احمر، واقول لكم دلوقتي حطينا فلفل رومي احمر ليه واضربهم كويس. ودي كوبايه برغل مغسوله ومنقوعه في ميه سخنه حوالي 10 دقايق كده ومتصفيه كويس قوي، و200 جرام ليا، والتوابل ملح وفلفل وبهارات وبابريكا. خدت الكلام ده كله ضربته ونزلت عليه بكيلو لحمه مفرومه. انا ضربت اللحمه معاهم لان الجزار كان فرمها لي خشن، فخدتها ضربه معاهم. شايفين بقى ما شاء الله عجينه الكفته تحفه. حطيت بقى الفلفلايه الحمراء عشان البرغل لما بيتحط على اي كفته من غير اي حاجه حمراء تحمره كده بتحس الكفته بتبقى بهتانه ولونها وحش، فاحنا هنا حطينا البابريكا والفلفل الاحمر بيظبطوا معاكي اللون والطعم قوي، فدي اضافه حلوه ما تحاوليش تشيليها. وجبت صينيه كبيره مقاس 30 في 40، الصينيه دي كبيره قوي اللي بعمل فيها كيك الاسبونج. وقسمت كده، بصوا صينيه الكفته بايدي. انا وسعت الفراغات شويه، انتوا لما تيجوا تعملوها يعني بايديكوا كده خلوها مضمومه سيكه يعني عن كده. ممكن انا قطعتها على 12 مربع وممكن كمان تتقطع على 15. ودي معلقه كبيره صلصه عليها معلقه كبيره سمنه بلدي دهنت بيها فوق الوش. ممكن كمان لو في شويه صوص باربيكيو بيبقى حلو قوي، بيحمر الوش قوي لو موجود. مش موجود خلاص. وزيني بقى الوش باي حاجه، فلفل، طماطم، اي حاجه. انا حطيت كده حلقات فلفل احمر وجواهم مربعه فلفل اصفر. بصوا هي كامله متكامله، انت مش محتاجه اي حاجه جنبها غير بس رز وسلطه. استوت بقى في قد ايه؟ عشان تكه السوا دي مهم. في الفرن على اعلى درجه حراره على الصاج من تحت، قعدت بالظبط ساعه الا ربع وطلعت طريه ومتحمره وتحفه. لايك وشير لو عجبكم الفيديو.